احيانا بتختار الطريق السهل عشان تختصر على نفسك المسافات، بس في قصتنا النهارده احمد اتمنى ياخد الطريق الطويل ولا يحصل له اللي حصل له ده. صاحب القصه بيقول انا احمد عندي 23 سنه، انا الوحيد عند امي وابويا، يعني ما عنديش اخوات، بس كان ليا اخوات من غير ما امي تولدهم، خالد وفيصل. احنا من واحنا صغيرين متربيين مع بعض، كنا بنعتبر نفسنا اخوات بجد. احنا كنا بنحب الكوره جدا، كانت بالنسبه لنا مش لعبه، كانت حلم. من واحنا صغيرين واحنا بنحلم نكون لعيبه كوره. في الشارع عندنا في ملعب صغير، وده كان بمثابه الاستاذ بتاعنا. اول ما اذان المغرب كان يجي كنا نصلي ونطلع جري على الملعب، نلعب مع العيال، نضحك ونهزر، والاجمل اننا كنا مبسوطين. بس في الفترة دي كان عندي امتحانات، وانا بصراحة كنت بكره الفترة دي جدا. عارف ان امي وابويا هيمنعوني من الكورة، كنت متضايق جدا، نفسي العب بس خايف يتشددوا عليا. وفي يوم من الايام وانا قاعد في الصالة مع امي وابويا، سمعت ابويا بيقول لامي ان في ملعب جديد اتفتح. الملعب ده كان مشروع عمل واحد من صحاب ابويا، ملعب كبير وحديث جدا. اول ما سمعت الخبر اتنططت من الفرحه، على طول قلت لخالد وفيصل. العيال اتبسطوا جدا وقالوا لي طب ليه ما نروحش. قررنا ان احنا نروح بعد صلاه المغرب، بس خالد كان عنده مشوار وقال ممكن اتاخر عليكم شويه، روحوا انتوا. انا وفيصل قلنا لا والله مش هنروح من غيرك، هنستناك. وخالد فرح جدا لما قلنا له كده، وفعلا اول ما خلص رحنا عدينا عليه، بس يا ريتنا ما عدينا. الملعب كان بعيد عن شارعنا، يعني لازم نروح له بالعربيه. ركبنا ومشينا، وفي الطريق فيصل قال يا عيال نلعب ماتش واحد ونرجع، ورانا مذاكرة وما ينفعش نتأخر. بصيت على عداد البنزين لقيته قليل، قلت لهم يا عيال البنزين ده هيكفينا ولا لا؟ ردوا وقالوا هيكفي يا عم، هنروح نلعب ونرجع بس انا كنت خايف العربية تفصل علينا. اول ما وصلنا للملعب لقينا كل العيال هناك، اول ما شافونا سألونا انتوا اتأخرتوا ليه؟ قلت لهم خالد كان عنده مشوار وخلصناه وجينا، وبدأنا الماتش ولعبنا وكنا مبسوطين. الوقت عدى بسرعة، وفجأة بصيت في الساعة لقيتها 12 بالليل. قلت لهم يا عيال احنا اتأخرنا جدا، لازم نرجع دلوقتي. وطلعنا على العربية، لكن المشكلة العربية مش راضية تدور. حاولنا مرة واتنين وتلاتة، العربية مش راضية تشتغل. صرخت فيهم مش قلت لكم لازم نعبي بنزين؟ العيال ساكتين عارفين انهم غلطانين، وانا كمان عارف اني غلطان. فيصل قال اهدى يا اسطى، هننزل نسأل اي حد يوصلنا لاقرب محطة. وفعلا نزلنا وسألنا واحد هناك، قال لنا في طريقين بس المختصر لازم تعدوا على مقبرة. سألناه فين الطريق، قال اول ما تشوفوا بوابة المقابر تبقوا وصلتوا لنص الطريق. انا في الاول اترددت وقلت خلينا نروح من الطريق الطويل اضمن، لكن خالد وفيصل قالوا لي يا عم ما تخافش مفيش حاجة، خلينا نسمي بالله ونمشي. انا اقتنعت بكلامهم ومشيت معاهم. اول ما دخلنا الطريق لقينا مقابر يميننا ومقابر شمالنا، يعني الطريق كان في نص المقبرة بالظبط، وما كانش فيه نور غير لمبة واحدة بس، وكانت بعيدة عننا. وانا ماسك الموبايل وبنور بيه قلبي كان مقبوض وحاسس ان في حاجة هتحصل. بس بعد دقيقة ماشي سمعنا صوت خطوات حد جاي ورانا. الصوت كان واضح جدا، بس كل ما نبص ورانا مفيش حد. عدت 5 دقايق وبدأنا نسمع اصوات غريبة، صوت ضحك اطفال وصوت ستات بيعيطوا. الشعر في جسمي وقف كله، بس شدينا نفسنا وكملنا. وفجأة كل الاصوات اختفت. فضلنا ماشيين لحد ما لقينا بوابة المقابر قدامنا، اطمنا شوية قلنا خلاص وصلنا نص الطريق. كان الجو ساكت تماما لحد ما سمعنا صوت بنت. لقينا بنت صغيرة قاعدة بتعيط عند بوابة المقابر. انا قلت ازاي بنت صغيرة هنا، اصلا ما ينفعش تدخل المقابر. فيصل قلب خوف، اقسم بالله دي مش من الانس. البنت كانت لابسة فستان ابيض وسخ وايديها على وشها. اول ما قربنا شالت ايديها وبصت علينا وهي بتعيط بصوت عالي، وفجأة شاورت عليا انا بالذات. ساعتها جسمي كله اتشل. خالد وفيصل اتعاطفوا معاها وقالوا خلينا نشوف محتاجة ايه، لكن لما قربنا لقينا ايديها ورجلها محروقين. انا من خوفي دوست على رجلها من غير قصد. البنت صرخت صرخة هزت المكان. البنت بدأت تقول كلام مش مفهوم وتشاور وراها وورانا. احنا كلنا بصينا بسرعة بس مفيش اي حاجة، ولما رجعنا نبص عليها اختفت. يحد فيا حب فيا واجد